النهارده هتبدأ مصر رحلة البحث عن اللقب المفقود من 2010 والبداية أمام منتخب زيمبابوي. يا نهار أسود، هم هتروقني. خلينا نبتدي نتكلم عن اللي يخصنا. مصر أم الدنيا. مصر يما يا سفينة. مصر يا بلدنا ترابك مرمر وهواك مسك وعنبر. منتخب مصر هو عم عمام البطولة دي، 7 مرات حصل على اللقب، أكتر من أي منتخب تاني. وصل للنهائي 10 مرات، أكتر برضه من أي منتخب تاني. بس حال الكرة المصرية مؤخرا لا يرضي عدو ولا حبيب. مؤخرا جه اللي هي آخر 13 14 سنة كده، وفي قرار غريب من اتحاد الكورة فاجئنا وبيعين التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن. هو ما بيكتفيش بكده، بيجيب لهم كمان كابتن سعفان الصغير عشان يقدروا يكملوا بقية تشكيل العصابة. انا بيتهيألي كابتن محمد عبد الواحد هو الوحيد في الجهاز ده اللي معاه بطاقه. المهم عشان ما اطولش عليكم وكده كده النقد متاخر شويه، الماتش فاضل له كام ساعه، بس خلينا نسال السؤال المهم: هل مصر تقدر تنافس على البطوله دي؟ تقدر تنافس على البطوله دي، واقول لك 3 اسباب رئيسيه للكلام ده. رقم 1: مسيره حسام حسن التدريبيه الخاليه من اي انجازات، باستثناء يعني شبه انجاز مع منتخب الاردن، بس ده ما يخصناش. اما اكتر نقطه مضيئه في تاريخ حسام حسن التدريبي هي ان هو قدر يخلي فرقه الزمالك تنافس على الدوري العام المصري للاسابيع الاخيره وهو ما كانش معاه غير شيكابالا و10 حراميه. وده اللي هيودينا للسبب الثاني. السبب الثاني محمد صلاح. الحقيقه انا امل الوحيد ان كابتن حسام حسن يخلي محمد صلاح يطلع احسن مستوى ليه. عمل مع شيكابالا في 2010. صلاح كمان من نوعيه اللعيبه اللي بتستجيب وبتعرف تلعب تحت الضغط، وهو دي تقريبا اكتر فتره في حياته وهو مضغوط فيها. هو كمان محتاج البطوله دي اكتر من اي حد عشان يقدر يرد على الانتقادات اللي بتتوجه له ان هو ما قدرش يكسب اي بطوله مع المنتخب، زي ما قال البقف اللي اسمه جيمي كاراجر. غير طبعا الفتره الصعبه اللي بيمر بيها صلاح مع مدربه ارني سلوت ومع اداره ناديه في ليفربول. السبب الثالث: التاريخ. منتخب مصر في الوضع المفضل بالنسبه له، لا مؤاخذه الاندر دوج. كل الانجازات اللي حققها منتخب مصر في بطوله كاس افريقيا ما كانش حد مستني منه ان هو يعمل اي حاجه، واكبر مثال على ده بطوله 98 وبطوله 2006. يمكن من بعد بطوله 2008 بدانا نحس ان احنا فعلا منتخب جامد ويبقى لينا حظوظ ونخش البطوله مرشحين ليها من قبل ما تبتدي. الحقيقه ان منتخب مصر بيخش في البطوله دي وهو في الوضع المفضل بالنسبه له، ان ما حدش مستني منه اي حاجه. نروح للطرف الثاني من المباراه او الخصم، منتخب زيمبابوي. الحقيقه ان منتخب زيمبابوي مش من منتخبات الصف الاول في افريقيا خالص، يعني هم وصلوا البطوله 5 مرات قبل كده، ال5 مرات خرجوا من الدور الاول. فان لا قدر الله لو حصل اي اخفاق او اي حاجه، ما حدش من الجهاز الفني يدينا محاضره عن ان الكره في افريقيا اتغيرت وان زيمبابوي من اكبر منتخبات القاره، لان احنا عارفين اللي فيها. لو وصلت لحد هنا في الفيديو حابب اشكرك اشكرك. ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو وسبسكرايب. اشوفكم الحلقه الجايه من الكام في السخان. المركب بتولع. المركب بتغرق. سلام.